أهلا ومرحبا بكم في قصة جديدة من قصص الواقع بالدارجة المغربية. ونبداو. دخل راجل على مرتو اللي عاد ولدات بنيته، شاف فيها راجلها شوفة حادة، ومن بعد شاف مراتو النفيسة العيانة قالها انتي مطلقة، وضرب ظهرو بضربة وخرج من البيت. وقبل ما يسد الباب من موراه رجع قالها نجي ما لقاكش في داري. سد الباب وخرج. بكات بكاء شديد وهي مازال نفيسة، وجات امها مهولة تعجبات من طريقة الخرجة لراجل بنتها. دخلت لقات بنتها كتبكي وحالتها عالم بها غير الله. شافت فمها وهي في كامل انهيارها، قالت لبنتها مالك؟ قالت ليها طلقني حيت ولدت بنت. ضربت امها على وجهها ما عرفت ما دير، واش تهدن بنتها ولا تبكي على حسرتها. قالت لها بنتها وهي كتشاق بالبكا جرى عليا من دارو. كان الامر اشبه بالصدمه والحسره، وبالفعل خرجت وهي هزه بنتها ومتسندة على امها، ولقات نظرة الاخرى على دارها اللي جلست فيها 9 شهور. وصلت لباب البيت العائله، وقفت حماتها وكبات من موراهم الماء. ما غفلتش عينيها يوم الا وقالت حسبي الله ونعم الوكيل، وكرست حياتها لذاك البنيته اللي جات لها الدنيا وهي يتيمه اب حي يرزق، بينما تزوج هو من مرا ما كتجيب غير الولاد. لكن ما شافش الفرحه ابدا، وكأن الله كيعاقبه بذنب بنته والزوجه ديالو السابقه. كل ما مرتو كتولد وليد ميت، الام ديالو توفات من حزنها على حال ولدها اللي ما قدرش يفرح بولادو. وحتى مرتو جديده سمحت فيه بعد ما تعرض الحديث اليم اللي تسبب له في النعاس على الفراش. دازت الايام وكتبها الشهور وكتبها السنوات بمرها، ولياليها ونهارها الكثير بالذكريات المؤلمه. مشى بعدها لدار المسنين اللي داه ليها واحد من ابناء القريه. دار المسنين كاينه في العاصمه البلاد، قال زعما لعله وعسى يلقى الونيس بينهم وينسى داكشي اللي داز عليه. وجا يوم الجمعه، شاف جميع الناس اللي في دار المسنين كيلبسوا حوايجهم ويرتبوا راسهم في داك اليوم المخصص لزياره الطبيبه آلاء. هي الطبيبه النفسيه حددت موعد اسبوعيا زياراتهم والاطمئنان عليهم وتاخد بيدهم من تضمراتهم النفسيه. دخلت مبتسمه وبوجهها مشرق في يدها طبسيل كبير من الكعك اللي كتصايبها خصيصا ليهم في كل زياره. كلشي دار بها وجلسوا يضحكوا وتضحك هي بين ما جالس هو بعيد كيتامل. وشافته استأذنتهم ومشات ليه، قالت له تفضل درتو بيدي. بحال انت جديد هنا. ما قال حتى كلمه وبقى ساكت كيشوف فيها بحال الا كيتفحصها. قالت له مالك؟ واش تبغي شي مساعده مني؟ شي حاجه الا كانت شي حاجه شاغله بالك قولها لي نخفف عليك. واش قلقك شي حد او ولادك؟ رد عليها ولسانه مثقل بالهموم. انا كنعيش بوحدي. طبطبات على كتفو قالت له كنتاسف، وعينيها دمعوا. قالت له هي شارطه كلهم كيظنوا انني كنجي نواسيهم ونحسن من نفسيتهم، وهما ما عارفينش اني كنجي عندهم باش نساعد نفسي. انا يتيمه الاب ما كنعرف عليه والو، من غير انه طلق ماما منذ زمن طويل. عمري عرفت طعم الحنان الاب. ماما مسكينه وفرت لي كل شيء، ما حرمتني من حتى حاجه، لكن حرمني هو من كل شيء. انفجر بالبكا وتفكر الماضي اللي حاول بزاف ينساه، وشاف فيها بعين كتطلب العفو. قال لها وسميتك آلاء؟ سليم صالحي. نط من بلاصتها معجبه منين عرف سميتها وهي ما كيعرفها حد، ما كيعرفوها الناس غير بسميتها الاولى اللي هي آلاء. قالت له كيفاش عرفتي سميتي؟ قال لها كتشبه الام ديالي وكانك هي سبحان الله النسخه ديالها الثانيه. قال لها انا سليم صالحي. كانت غادي تطيح الارض من الصدمه اللي ما حسبت لهاش شي نهار الحساب. شحال حاولت تقلب عليه لكن ما قدرتش تشرح امها، كما انها ما كانتش كتعرف عليه والو من غير سميتو. فجابوا القدر اللي عنقاتو عنق طويل، عنق ديال البنت اللي كتشوف الاب ديالها لاول مره. قالت له ما غنسولكش على الماضي، لكن فين كنتي وشنو جابك لهنا؟ شنو طرا لك؟ شاف فيها
طول الشوفة وطاحت الدمعة من عينيه، ومازال متمسك بيديها وشاف الأرض من الحشمة اللي هو فيها. قال لها هذا عقاب الزمان، فكما حرمتك من الأبوة حرمني الله من أنني نمرتها، وكما ظلمت أمك في عز فرحتها بك عاقبني الله وجلسني طارح الفراش، وكما خرجت أمك من دارها وخليتها فوق الشدة خرجتني مرتي الثانية من داري وطلقت راسها بالقانون وخلتني فوق الشدة. أما مالي اللي بخلت بالإنفاق عليك به ما كنملك منه اليوم حتى حاجة. حتى الأم ديالي ماتت بحسرتها على ولادي اللي ما عشت مع حتى واحد فيهم. عشت اليوم كل ما خليت امك تعيش البارح. بكات بحنانها وعاطفتها وبما زرعت امها فيها من خير. قالت له ماما عمرها قالت لي انك تبرأتي مني، لكن غتبقى الاب ديالي ويكفي ما عشتيه. غنبقى نزورك ديما، لكن غنبقى في جنب ماما اللي ما ملتنيش يوم واحد. غنبقى في جنب ديك المرأة اللي تخلت على عائلتها اللي رغموها على الزواج مرة أخرى، لكنها اختارت تربيني وتكون لي الأم والأب، وجاتني العاصمة ودارت كل شيء باش تساعدني وتلبي رغباتي. ديك المرأة اللي ظلمتيها انت ما عندها في الدنيا من غيري. كلامها أثر فيه وحيا الماضي ورجع له الذكريات. كيما ظلم البارح كيتظلم اليوم. ما بغاتش تعاود الام ديالها باش ما تحيش ليها الالم اللي خدا سنين ومجهود باش تنساه، وبقات كتمشي تزور الاب ديالها وهي كتظن باللي كتفرحو، بين ما كان في كل مره كتزورو فيها كيبكي متاسف وندمان على ما دار في مراته السابقه. القصه كتوجع القلب. وصلنا لنهايه القصه، نتمنى تعجبكم وان شاء الله نتلاقاو في قصه جديده.